لكل الناس اللي مش عاجبها حالة التعليم التقليدي قدامك فرصة عظيمة جدا الحقيقة. مدرسة لسه فاتحة جديد، مدرسة كويسة ومستقبلها حلو، مدرسة المستقبل الدولية للي فات، مدرسة هوجوارتس. للناس اللي داخلة أول سنة لسه لازم تحضر معاك 3 أطقم وعصا سحرية وقفاز مصنوع من جلد التنين، وتقدر تاخد معاك قطة أو بومة أو ضفدع براحتك. أظن حاجات سهلة وبسيطة وموجودة، ما تخافش من حاجة. عدي بس الرهبة الأولى وهتبقى زي الفل، هي بس منعزل عن العالم شوية. وحاول تبقى مميز، حاول تبقى شخص مشهور زي هاري بوتر. سبب شهرة هاري هو إن كان في ساحر شرير ومظلم اسمه فول، ما ينفعش اقول اسمه، وهو اللي قتل ابو هاري وامه، والوحيد اللي نجا قصاده وهو صغير هو هاري، وساب جرح على جبهته، عشان كده هو مشهور. اكيد في شيء جواه. وفي شويه قواعد بروفيسور دومبلدور نبه عليهم ولازم تاخد بالك منهم. 3 حاجات مالهمش رابع. 1 2 3 مظبوط. رقم 1 الغابة المظلمة ممنوعة تماما لكل الطلاب. رقم 2 الدور الثالث من ناحية اليمين ممنوعة، ده في حالة لو ما كنتش عايز تموت يعني. رقم 3 اشترك في القناة ودوس لايك. تضحكوش ليه؟ موجود في المدرسة 4 تصنيفات زي الأقسام كده، واللي بيحدد التصنيف ده قبعة الفرز، وهما جريفندور، هافلباف، رافنكلو، سليزرين. وعلي زندعانة ودوفي على وليلة جامدة أوي ساعات. وبيجمعوا نقط طول السنة، بيتم تحديد الفايز في الآخر. وهاري ورون وهيرموني كانوا من جريفندور. هتتعرف على هاجريد وبروفيسور سنيب اللي بيدرس علم الوصفات اللي مضطهد هاري شوية. بالمناسبة ألان ريكمان اللي قام بدور سنيب، عارفه؟ ايوه بيجي عندنا. ده الممثل الوحيد اللي المؤلفة اطلعته على قصة سنيب بالكامل حتى قبل نشر باقي الكتب، لانه بعد الفيلم الاول كان رافض يرجع للشخصية وشايفها عادية، لكنها اقنعته بتعقيد سنيب وانه مش مجرد شخصية عابرة ولا تافهة. يعتبر كان بيمثل افلام من دماغه، لانه كان يعرف عن الشخصية والقصة اكتر من المخرج وكاتب السيناريو. ولما كانوا بيسألوه بتعمل كده ليه او ليه بالطريقة ديت، كان بيجاوب هتعرفوا بعدين. هتتعرف على مدام هوتش اللي بتدرس مادة الطيران بالمقشة. في إيه يا فندم؟ بالمقشة. وفي لعبة اسمها الكويديتش بيستخدموا فيها الطيران بالمقشة دي. اللعبة عبارة عن فريقين، كل فريق مكون من 7 لعيبة، 3 مطاردين و2 بيضربوا الكرة وحارس مرمى وباحث. في لعبة في أمريكا عايز أجيبها، اللي هو إيه، تلاقي واحد قاعد عامل كده على قرافيسه بقرفص. وفي 3 أنواع من الكور الكبيرة دي اسمها الكوافل، والمطاردين هم اللي بيلعبوا بيها ويحاولوا يدخلوها في المرمى، اللي عبارة عن 3 دوائر وحارس مرمى الفريق التاني بيحاول يمنعه. والباحث اللي خد دوره هاري هو انه يحاول يمسك كرة الجولدن سنيتش، واللي يمسكها يفوز، وده صعب جدا. ايه انت فاهم حاجة؟ لا بس عشان يبص لي. وبعدين المهم خد تعويذة هتساعدنا قدام نقدر نرفع بيها الحاجات من على الارض. وينجارديوم ليفيوسا. احتمال وانت بتتمشى في المدرسة هتلاقي وحش زي شريك كده قد الجاموسة، ما تخافش ما بيعملش حاجة. اسمه الترول، وفي الوقت ده هرب من المكان بتاعه. فبروفيسور دومبلدور طلب من الطلبة يرجعوا لأوض النوم بتاعتهم، وهو هياخد المدرسين عشان يوقفوه. وكانت هيرموني مش عارفة انه هرب، فاضطر هاري ورون يحذروها ويحاولوا يساعدوها، وبالفعل بيوقفوه بعد ما بيستخدم رون تعويذة ما انت لو مركز كنت عرفت بتاعت ايه. ذاكر. هاري شاكك في سنيب انه هو اللي عمل كده. Listen, last night I'm guessing Snape let the trolling as a diversion. اسكت يا هاري الله يهديك، اسكت. والنهارده ميعاد ماتش كويديتش بين الجريفندور وسليزرين، والهدف ب10 نقاط، والتقدم دلوقتي لفريق جريفندور ب20 نقطة. جريفندور عنده حارس كويس الحقيقة، شايل كل الكور اللي بتتشاط على المرمى، ربنا يحميه يا رب. يا ابن الكلب انت دلوقتي المرمى فاضي، وسليزرين اتقدموا ونسبة الفوز بقت كبيرة جدا، فما فيش حل غير ان هاري يمسك الجولدن سنيتش دي وينهي المباراة لصالحهم. لكن المقشة بتاعت هاري بتتحرك عكس ارادته، في حد بيتحكم فيها، والشك في سنيب. لا أنا ما اسمحلكش. لا من فضلك. فهيرموني تروح تولع في اللبس بتاعه والتعويذة بتقف، وهاري بيمسك بالجولدن سنيتش بعد عناء ويفوز الجريفندور. كويز مفاجئ، كان نفسي اعمل الحركة دي من زمان قوي. امتحان، ده امتحان مفاجئ، يلا عايز اسمعك. الوها مورا، يا ترى التعويذة دي بتعمل ايه؟ اللي عارف يكتب في كومنت، وهقول اسمه الحلقة الجاية مع منحة وخصم 50% لدخول المدرسة. في سؤال محيرني قوي الحقيقة، احنا ليه مش بنشترك في القناة؟ ليه مش بندوس لايك؟ مع ان الحاجات دي سهلة جدا وبتساعدني ان انا اكمل. فمش هياخد من وقتك ثواني،
يا ريت تعمل كده. الحيوان ابو 3 رؤوس ده اسمه فلافي، موجود في الجزء الممنوع في الدور الثالث من المدرسة، بيحرس باب سحري. اللي عارف اللي جوه الباب ده بس هو دمبلدور ونيكولاس فلاميل. بيدور هاري واصحابه على اي معلومات عن نيكولاس فلاميل ده لحد ما بيعرفوا ان هو اللي صنع حجر الفيلسوف، الحجر اللي بيحول اي معدن لذهب نقي وبينتج اكسير الحياة اللي اي حد بيشربه بيبقى خالد ما بيموتش. بيعرفوا معلومة مهمة انه فلافي الكلب فنان بيحب الموسيقى، واول ما بيسمعها بينام على طول. وبالفعل بيروحوا هناك وبيلاقوا ان في تعويذة معمولة على آلة العزف عشان تنيم فلافي، لكن التعويذة بتنتهي بمجرد ما بيفتحوا الباب السحري. فبيصحى فلافي وبيضطروا يقزحوا ويطبشوا. بيلاقي نبات مستقبلهم تحت بيلف حواليهم لحد الموت. الحل الوحيد للهروب منه هو انك تهدى. وبالفعل خرجوا منها وقابلهم شطرنج واقعي لازم يلعبوا عشان يقدروا يعدوا، ورون هو اللي هيقود اللعبة وبيعمل حتة بريليانت كده مع تضحية بالحصان وبيفوزوا بالجيم. لكن رون بيغمى عليه وهاري بيطلب من هيرموني تاخده وترجع لدمبلدور تبلغه، وبيكمل هاري لوحده وبيقابل البروفيسور كوريل وبيعرف منه ان هو اللي حاول قتله وهو بيلعب الكوديتش مش سنيب، وان هو اللي حرر الترول وسنيب هو اللي منعه. وبيلاقي ان فولدمورت متجسد في جزء منه عشان ياخد حجر الفيلسوف ويرجع تاني. وبيهجم بروفيسور كوريل على هاري لان لقد حتفها المناقشة خلاص. مالها المناقشه؟ لقد حتفها المناقشه بالنسبه لهم في الموضوع ده. لقد حتفها. وهاري بيلاقي الحجر في جيبه بسبب انه اللي عايز يلاقي الحجر بيلاقيه، انما لو عايز يستخدمه مش هيلاقيه. وبيقضي هاري على البروفيسور كوريل. الف رحمه ونور عليك، الف رحمه ونور عليك يا اخويا. وبيهرب فولدمورت وبتنتهي السنة الدراسية الجميلة. خلصت بسرعة ملحقناش. وجه ميعاد مين اللي فاز بأكتر عدد نقاط، وأكيد طبعا جريفندور في المركز الرابع وسليزرلين في المركز الأول. لكن دمبلدور بيغير النتيجة ويدي كل واحد فيهم 50 نقطة لزوم الشجاعة بتاعتهم، وبكده جريفندور يبقى في المركز الأول. قف المعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. وخلصت السنة لكن الحكاية ما انتهتش، وحكاية هاري وصحابه المتفوقين لسه في البداية. ولو عايز تعرف الباقي عشان تبقى مؤهل زيهم لدخول المدرسة السنة الدراسية الجاية إن شاء الله أو الفيديو الجاي محدش عارف. ودلوقتي مع تعويذة مع السلامة، ألبرتو كارلوس.